لازم تحتفظي بالفيديو ده عندك لرمضان ان شاء الله. سهل وبسيط جدا جدا وطعمها حلو قوي وتنفع معاكي في العزومات كمان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، واقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه بعمل الشربات. الحله فيها كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصير نص ليمونه. برفعهم على النار، اول ما يغلي معايا بهدي عليه النار 5 6 دقايق وبعد كده ارفعه من على النار. لازم الشربات عندي يبقى بارد. هنبدا تاني خطوه معانا. هاتي البوله بتاعتك وانزلي فيها ب3 كوبايات دقيق، عليهم رشه ملح ومعلقه سكر، وعليهم تلت كوبايه من السمنه. هبدا ان انا اغلف الدقيق بالسمنه حلوه قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجنبي بقى كوبايه ميه هبدا ان انا اعجن بيها. ببس الدقيق بالسمنه بالشكل ده وبعد كده هعجن بالميه. بنزل الميه بالتدريج، اخدت معايا الكوبايه كلها. هقسم العجينه نصين بالشكل ده واغطيها ترتاح معايا مش اقل من نص ساعه. هنيجي بقى على الرخامه اللي انت هتفردي عليها. بستخدم معايا النهارده النشا مش الدقيق. النشا هفرد بالنشا. بحط كده رشه نشا على الرخامه عندي، وهبدا ان انا احط كمان رشه على الوش بتاع العجينه. اخدت ده اول جزء، يعني لسه عندي نص العجينه، ده النص الاول. هبدا افردها بالشكل ده كده. اول ما تتفرد معايا يبقى سمكها مش تخينه ولا رقيقه قوي. هبدا ان انا ادي الوش كده مسحه من النشا كمان. اديته رشه من النشا كمان. وهبدا ان انا اعملها رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بمنتهى السهوله والبساطه. بعد كده هاجي على حرف العجينه وهمسحها بفرشه مبلوله ميه علشان العجينه تلزق معايا وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا كده يعني حوالي سنتي او سنتي ونص بقطع العجينه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا بقى هقول لكم هنكمل ايه تاني، بس ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. هجيب بقى كل قطعه عجين اديها ضغطه كده بصباعي وهنزل عليها بالنشابه فرده خفيفه. بمنتهى السهوله بتتعمل معايا. بتطلع كميه حلوه قوي، يعني دي نص العجينه عملت معايا ولسه النص التاني هشتغل فيه. هروح بقى على الزيت، عندي زيت سخن على النار. هبدا اخد الشبكيه بتاعتي، احنا النهارده بنعمل الشبكيه مع بعض. وصفه حلوه جدا طعمها يجنن، سهله وبسيطه جدا جدا. شكلها حاجه تانية بقى خالص. هبدا كده احطها وانا بالزيت، بحاول اخد من الزيت احط على الوش كده عشان تورق معايا والتورقات اللي فيها تفتح معايا. بعد ما بتتحمر معايا برفعها على الشربات البارد اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. لازم يبقى الشربات بارد عندي تمام. وبرفعها من الشربات على مصفى الصفي اي شربات فيها، واقدمها بالشكل اللي يجنن اللي انتوا شايفينه ده. انا قلت نصور بقى من البلكونه علشان تشوفوا لون الحاجه على طبيعتها، والله تجنن. من احلى واروع الحاجات اللي انت ممكن تجربيها. هتفضل الفيديو ده عندك، اعملي له شير كتير علشان الكل يستفاد. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتعملي لايك كده حلو للفيديو. فيديو سهل وبسيط، اعملي له مشاركه على صفحتك علشان لما تحبي ترجعي له يبقى موجود عندك. عملنا الشبكيه بمقادير سهله جدا 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 وبسيطه خالص، وهتعجبك جدا اوعدك بكده.